يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح الأعياد، كل سنة وانتم طيبين. عيد فطر سعيد علينا وعليكم، على الأمة الإسلامية كلها. تعالوا بقى شوفوا الحاجات القمر اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت دي كلها للعيد. الكحك بتاعنا والبسكوت بالبرتقال وكمان الكوكيز. انا قلت لكم زي ما اديتكم الوصفة اللي هي بالشوكولاتة، قلت لكم ان انا عملت كمان بالفانيليا البيتيفور بتاعنا القمر ده. قدمت شوية مقرمشات واللب بقى، وعملنا مع بعض الترمس. الدنيا الحاجة اللي تناسبك اللي انت بتاكليها. الحاجات البسيطة، الطريقة نفسها في التقديم، كل واحد يقدم بالطريقة اللي تناسبه. احنا بنقول لبعض شوية أفكار بس، وطريقة بسيطة للتقديم والترحيب بالضيوف. ربنا يا رب يجعله. حتى لو ما جالكيش حد، اعملي كده عشان خاطر نفسك وعشان خاطر ولادك، عشان تحسي ببهجة العيد والفرحة. الكوكيز انا بحب اشيله في الحاجات اللي زي ديت، بيحتفظ بجودته زي ما حفظت معاكم الكحك والبسكوت وكمان البيتي فور في العلب الكرتون، وكان فوقيهم وتحتيهم الاكياس بتاعه التلاجة. ده الكوكيز الشوكليت القمر اللي عملناه بالسكر البني، اللي هي الطريقه البيزك الاصليه. ودي كانت ضيافة العيد بتاعتي، بسيطة وسهلة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم فيها، واكتبوا لي كمان لو في حاجة للتجديد أو للتعديل أعملها معاكم في العيد الكبير إن شاء الله. دي كانت ضيافة العيد بتاعتي. أشوفكم بخير بإذن الله في وصفات جديدة بتاعت العيد، وكل سنة وانتم طيبين. ربنا يجعله عيد سعيد وخير علينا وعليكم يا رب، وعلى الأمة الإسلامية كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.